السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. عدنا إليكم من جديد في جولة رياضية مميزة لنستعرض أبرز المستجدات والأحداث التي شغلت الساحة الكروية مؤخرا. أشرف حكيمي والكرة الذهبية الإفريقية، كل الأنظار تتجه نحو حفل جوائز الكاف المقرر إقامته غدا في مدينة مراكش، حيث يتنافس النجم المغربي أشرف حكيمي على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية. حكيمي يعتبر المرشح الأبرز لهذه الجائزة، وسط منافسة قوية مع لاعبين مثل النيجيري أدييمو لوكمان. وسائل الإعلام الفرنسية قدمت دعما كبيرا لحكيمي، حيث استضافته قناة التيليفوت في برنامج خاص تحدث فيه عن أمله بالفوز بالجائزة. وأكد زملاؤه ومدربه السابق على دوره القيادي داخل وخارج الملعب. من جانب آخر، تداولت تقارير إعلامية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي سيرافق حكيمي إلى الحفل بطائرة خاصة، مما يزيد من التوقعات حول فوزه. حمزة إيجمان يحظى بإشادة عالمية. النجم المغربي حمزة إيجمان يواصل التألق في الدوري الاسكتلندي، حيث جذب الأنظار بمستوياته الرائعة. زميله في نادي رينجرز اللاعب الألماني ليون بالوغون عبر عن إعجابه بقدرات إيجمان قائلا: حمزة لاعب مذهل، الطريقة التي يتحكم بها بالكرة، خصوصا باستخدام صدره، تذكرني بأسطورة كرة القدم ديديه دروغبا. لا أريد أن أبالغ، لكنه يملك إمكانيات كبيرة. لم تقتصر الإشادات على زملائه فقط. المدرب والجماهير والمحللون في اسكتلندا أشادوا بإجمان باعتباره أحد أبرز مفاجآت الموسم. ومع ذلك، تبقى الاستمرارية هي العامل الأهم، وإجمان يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النجاح. تصريح أسامة الإدريسي بعد مواجهة الأهلي بعد المواجهة القوية بين فريق باتشوكا المكسيكي والأهلي المصري في نصف نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز باتشوكا، أعرب الدولي المغربي أسامة الإدريسي عن فخره بهذا الإنجاز. وصرح الإدريسي: الحمد لله على هذا الفوز، نحن فخورون للغاية بما قدمناه. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأننا نواجه فريقا بحجم الأهلي، المعروف بخبرته الكبيرة ودعمه الجماهيري الهائل في قطر. وأضاف الإدريسي أن الإرهاق البدني كان له تأثير واضح على أداء الفريق، خصوصا بعد المباراة السابقة أمام بوتافوكو التي لعبوها قبل يومين فقط. ورغم ذلك، استطاع الفريق تجاوز هذه الصعوبات وتحقيق الفوز، مما يعد شرفا كبيرا للنادي وللدولي المغربي. كان هذا أبرز ما لدينا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. إلى اللقاء في قادم الحلقات، ومع السلامة.